اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات مش بس طب. انا بقيت مبسوط جدا بالموضوع، يعني يمكن عشان بتكلم في حاجات مالهاش دعوه بالطب. صحيح بحاول على الطب، لكن طول الوقت بحاول اتكلم على حاجات مالهاش دعوه بالطب. بحاول الاقي مواضيع انا بتكلم فيها اوريدي، لكن بتكلم فيها مع اصدقائي، بتكلم فيها مع اصحابي، مع البيت. لكن مش عارف اذا كان هيبقى لطيف ان انا دايما اتكلم فيها مع الناس. لكن انا بحب الكوره، انا بتفرج على كاس العالم من 82، فانا عندي هوس بكاس العالم. صحيح قعدت اجيب الحاجات اللي قبل كده. بعشق الحكاوي والقصص بتاعت كاس العالم من 34. فيعني بسمع وبتفرج كتير. حبيت قصة حياة بيليه اللي عملوها دوكيومنتري وعملوها فيلم. كمية الأهداف العظيمة، كمية القوة والعظمة في الكورة، كمية التحكم الغير عادي في الكورة. بعد كده بقى في مارادونا والعظمة بتاعته، بعيدا عن 78 وكام بس والأرجنتين وأول مرة والحاجات دي كلها. لا، مارادونا كان مختلف، طعم مختلف وشكل مختلف، بعيدا عن شكل بيليه خالص. قوة بدنية عظيمة، مهارة غير عادية. تحس ان هو متكوك في الارض كده، يعني ما حدش بيعرف يحركه. ما فيش 10 بيخشوا عليه، ما فيش هزار. مارادونا كان مخيف، كان ما كنتش تقدر تعرف هو هيروح فين ويجيب مين ويطلع فين. صحيح النهاية الكروية ما كانتش احسن حاجة، لكن مارادونا يفضل طول عمره علامة من العلامات. وبعد كده شفنا كاميرون وروجيه ميلا واللي عملوا في كاس العالم، والعظمة اللي اتعملت دي كان بداية فكرة ان افريقيا بتطلع فرق جامدة جدا. بعد كده السنغال في افتتاح كاس العالم مع فرنسا كان برضو حاجة عظمة. وبدأنا نخش بقى ان احنا نبص احنا. يعني كان عندنا جيل عظيم اساسا، جيل 90. بعد كده كان عندنا جيل، مش بقول اعظم، بس جيل كان قوي جدا، جيل 2006 و2008 و2010، بس ما عرفوش يوصلوا او حصلت ظروف ما وصلوش، وده كان اوحش حاجه حصلت في السنين دي. ان احنا كنا مبسوطين جدا بكاس الامم، لكن كان عندنا مشكله ان احنا مش طالعين. طلعنا 2018 وانا ما اعتقدش ان احنا كنا مهيئين للطلوع، مش مهيئين لاي حاجه. النهارده احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في ان احنا من 2018 ما طلعناش. الفرصه جات لنا على طبق من ذهب. اتكلم على ايه، 8 9 مجموعات او 10 مجموعات، هيطلع منهم 9 فرق. آه يعني كان الموضوع مش صعب، مش اصعب حاجه المره دي. بس انا بتكلم بقى على كاس العالم. كاس العالم السنه دي 26 يعني اللي جايه، يعني 48 فريق. احنا كنا بنجهد من 32 فريق عشان تجمع وتعرف المجموعات ومين غلب ايه، وفي جون حلو في المجموعه الفلانيه، والنبي نرجع ندور على اليوتيوب عشان نشوف الجون والموجز بتاع الكروي في اي قناه من القنوات اللي هي موجوده. 48 فريق من 112 فريق، من 112 دوله يعني. ده كتير يا جماعه، كتير قوي، ده نص الدول بتاع العالم يعني في دول احنا مش هنعرف اساميها موجوده، ولا هيفرق معانا نتائجها ولا يفرق معانا. بس انا عارف ان كاس العالم اللي معمول بيخش فيه حاجه قويه جدا، الا وهي التسويق، الا وهي الاورجنايزيشن، الا وهي السياحه اللي موجوده في الدول اللي هيتعمل فيها، سواء كان امريكا ولا كندا ولا غيره ولا المكسيك. فالقصه بقت مور ليس دايركتد او موجهه، ليها دعوه بس بالتسويق، بالشركات التسويق، بالشركات السياحه، بالقصه دي. فعشان كده عماله الاعداد بتزيد. في كل حاجه بقى بتزيد، مش بس على كاس العالم. ما هو كاس الامم او وات ايفر، مش كاس الامم، كاس الامم محكومه بالقاره يعني، لكن كاس العالم للانديه هو ده اللي انا بتكلم فيه، انه كاس العالم للانديه. ما هو يعني كانوا كام فريق، كانت بتتعمل بكام فريق، النهارده بقت بتتعمل ب 24، وهتبقى بعد كده سيرتيفايد على انها فجأة بقت بطولة كاملة عالمية، بعد ما كانت 5 أيام 6 أيام. أنا أتمنى إن احنا نروح كأس العالم المرة دي، واحنا عندنا مواهب عظيمة موجودة سواء في الكرة المصرية أو في أوروبا.
انا اتمنى ان احنا نكون رايحين مستعدين، ودي فرصة مش هنلاقيها تاني، ان احنا نقدر نعمل حاجة في وجود كمية المواهب اللي موجودة عندنا، منهم محمد صلاح، عمر مرموش، وغيره من الاسماء اللامعة في كل حتة. اتمنى ان هم يشرفونا ونوصل دور ال 16. طبعا ما فيش دور 16 في الاول، في دور ال 32 وبعد كده دور ال 16. فانا اتمنى، انا لو عليا انا نفسي مصر تبقى في نهائي كاس العالم، من الاربعه الكبار، من الثمانيه الكبار. انا عايز ده، بس عشان نعمل ده احنا محتاجين يعني تكاتف، محتاجين مجهود، محتاجين يبقى عندنا تفاؤل اكتر، وعندنا خصوصيه اكتر في المعسكرات وقوه في الاداء. فنتمنى ان احنا يعني ما نبقاش بنتفرج على كاس العالم عشان نتفرج على دول تانية. انا بقى عايز استنى اتفرج على مصر، واتفرج على ان احنا رايحين 32 ومعديين وبقينا في ال 16 وبقينا في الثمانية. عايز احس بعظمه وفخر كروي زي ما انا كنت عايشهم في 2006 و2008 و2010، وانا كنت مستمتع ان انا عايش الفتره دي. فنفسي استمتع في 26 كمان ان شاء الله، ربنا يدينا الصحه. وتاني اسف ان انا طولت عليكم، وشكرا ليكم.